عمرك سألت نفسك ليه بتتصرف بالطريقة دي؟ ليه في مواقف بتبقى ثابت وفي مواقف تانية بتتلخبط؟ وليه ناس بتفهمك وناس لأ؟ الحقيقة إن اللي بيحصل جوانا مش عشوائي، في قوانين بتحكم تفكيرنا، مشاعرنا وسلوكنا. القوانين دي هي مفتاح إنك تفهم نفسك وتفهم غيرك. قبل ما نكمل، لو حابب المحتوى العميق اللي بيساعدك تفهم نفسك وتطور تفكيرك، اشترك في القناة وفعل الجرس. الفيديو ده واخد مجهود كبير ومليانه أفكار ممكن تغير طريقة تعاملك مع نفسك والناس. يعني إيه علم النفس؟ علم النفس ببساطة هو العلم اللي بيدرس سلوك الإنسان. يعني كل حاجة بتعملها، تفكيرك، إحساسك، ردود أفعالك واختياراتك. مش بس اللي بيبان عليك، لكن كمان اللي بيحصل جواك. ليه بتخاف؟ ليه بتحب؟ ليه بتغضب؟ وليه بتتعلم من موقف ومش من غيره؟ الإنسان مش تصرف واحد. مفيش إنسان بيتصرف من سبب واحد. أي سلوك هو نتيجة تفاعل حاجات كتير مع بعض، تجارب سابقة، دوافع، مشاعر، بيئة، تفكير. كلهم شغالين مع بعض في نفس اللحظة، وبيطلع منهم السلوك اللي الناس بتشوفه. الحاجات والدوافع المحرك الحقيقي. وراء أي تصرف فيه حاجة: جوع، أمان، حب، تقدير، نجاح. لما الحاجة تزيد بتتحول لحافز، والحافز ده يخليك تتحرك، تدور وتحاول. كل حياتنا ماشية على الدايرة دي: حاجة، حافز، سلوك، إشباع أو إحباط. الانفعالات إشارات مش ضعف. الخوف، الغضب، الحزن، الفرح، دي مش عيوب، دي إشارات بتقولك إن في حاجة ناقصة أو في حاجة مهددة. المشكلة مش في الإحساس، المشكلة إنك ما تفهموش، لكن أول ما تفهمه تقدر تتحكم فيه بدل ما يتحكم فيك. التعلم والتغيير. الإنسان بيتعلم طول عمره، مش بس في المدرسة، لكن من كل تجربة. في تعلم بيجي بالتكرار، وفي تعلم بيجي فجأة، لحظة إدراك. وكل ما تكرر فكرة أو سلوك، كل ما يثبت أكتر في دماغك. عشان كده التغيير محتاج وعي وصبر. ليه الناس مختلفة؟ مش كل الناس زي بعض، في انطوائي واجتماعي، في هادي وعصبي. الاختلاف ده طبيعي، سببه الوراثة، التربية والتجارب. وعشان كده ما ينفعش نحكم على الناس بمعيار واحد. علم النفس مش دجل، علم النفس مش تنجيم ولا تحليل وش، هو علم مبني على ملاحظة وتجربة وتحليل. هدفه يفهم السلوك، يفسره ويتوقع نتائجه، مش يحكم ولا يدين. ليه نفهم نفسك؟ لما تفهم نفسك تقدر تتحكم في تصرفاتك، تحسن علاقاتك، تقلل صراعاتك، وتعيش بوعي أكتر. فهم النفس مش رفاهية، ده أساس حياة متوازنة. الخلاصة النهائية: أنت مش أفكارك بس، ولا مشاعرك بس، ولا تجاربك بس. أنت نتيجة كل ده مع بعض. وكل ما فهمت نفسك أكتر، كل ما بقيت أهدى، أوعى، وأقرب للسلام الداخلي. لو حابب محتوى يساعدك تفهم نفسك وتطور وعيك خطوة بخطوة، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل الحلقات الجديدة. وافتكر دايما، أهم رحلة في حياتك هي رحلتك لجواك.